النهارده هنحل لك مشكلتك في اختيار افضل نوع خامه لمطبخك، وده عن طريق دليلك لتصميم وقياس مطبخك من شركه الاوسكار. بنقدم لك فيه شرح مبسط لتكوين المطبخ بتاعك، اذا كان العلب الداخليه او الدلف او الاكسسوارات او الرخام. بنوضح لحضرتك ايه افضل نوع خامه تقدر تستخدمه. احنا عندنا 3 تصنيفات الشركه بتقدمهم، اذا كان هتستخدم انواع الكونتر، وده هوضحه لحضرتك، زي الساندوتش والمحسن والفريست وود والجود وود اللي هو يقدر يستحمل الرطوبه. زي ما حضراتكم شايفين هنا في التصميم، كمان نقدر في الظرف نستخدم نوع اذا كان البي في سي او الاتش بي ال او البولي لاك. زي ما حضراتكم شايفين في الالوان الموضحه قدام حضراتكم هنا، دي خامه البولي لاك، تقدر تختار منها اللون المناسب ليك. تقدر من خامات كمان الاتش بي ال على حسب التصنيف اللي حضرتك اخترته مقارنه برينج السعر، تختار اللون المفضل ليك. كمان عندنا خامه بي في سي، هنا بنوضح لكم نموذج لعينه نفذناها في معرضنا بحيث نوضح لحضراتكم نوع الخامات اللي احنا بنستخدمها في المطبخ. هنا المطبخ ده مكون من خامه الاتش بي ال والبي في سي، وزي ما حضراتكم شايفين هنا بنستخدم نوع المفصلات من سوفت كلوز. وكمان نقدر ندي اتاحه العميل يستخدم الليد البروفايل بيلت ان على حسب برضو احتياج العميل. كمان بنقدر نستخدم هنا نوع المقابض تكون بيلت ان. نوعيه العلب الداخليه زي ما انا وضحت لحضراتكم في الدليل ان هي بتستخدم من الكونتر. كمان ندي اتاحه العميل نوع الاكسسوار على حسب احتياج كل عميل. ممكن عميل يختاره هيدروليك زي ما حضراتكم شايفينه في المطبقيه هنا، بحيث نقدر نخزن الاطباق بتاعتنا. كمان هنا برضو نفس النظام، نقدر نستخدم في الارفف العلويه قابض الهيدروليك. وكمان عملنا لحضراتكم دولاب لتخزين المنتجات باكسسوار جميل جدا. نقدر كمان نحط هنا الفواكه او اي نوع من المعلبات. اهتمينا قوي ان احنا نستخدم كمان انواع من الاكسسوارات على حسب احتياج العميل. استخدمنا الادراج زي ما احنا موضحين لحضراتكم، قدرنا نستخدم هوايات، وليه كمان استخدمنا في الدرج الداخلي الرتان عشان يبقى فيه تهويه في حاله تخزين اي نوع من انواع المنتجات، يبقى فيها ليها تهويه. نفس النظام هنا برضو. وكمان زي ما حضراتكم شايفين هنا نقدر نستخدم الدولاب بتكون من نوع السوفت كلوز. وهنا كمان برضو استخدمنا نوع من الاكسسوار زي ما حضراتكم شايفين، كمان نقدر نحط فيه صناديق الكمامه. ومن هنا ناخد حضراتكم لتصميم عملي لعميل كنا منفذينه. هنا العميل يقدر يختار اللون اللي هو محتاجه زي ما حضراتكم شايفين، يقدر يختار حجم ومقاس كل وحده ونوعيه الارفف في كل وحده. كل التفاصيل دي نقدر نقدمها لحضراتكم داخل التصميم. كمان بنقدر او بنوضح للعميل بتاعنا الوحدات وهي مفتوحه من الداخل، وده مهم جدا زي ما حضراتكم شايفين في التصميم، بحيث ان كل عميل ممكن يغير عدد الارفف في كل وحده. وبعد كده بنوضح للعميل التصميم بشكل مجسم بشكل واقعي، يقدر العميل يخش زي ما حضراتكم شايفين كده داخل التصميم ويشوف الالوان على الطبيعه. وده بيسهل كتير على العميل بعد اختيار عمليه التصميم ان هو يبدا بالتنفيذ على طول. وكمان الشركه بتقدم لك تصميم زائد معاينه زائد تركيب مجاني. وكلمنا دلوقتي عشان تاخد نسختك المجانيه من دليلك لتصميم وقياس مطبخك.